اول صينيه هي طلعت. بصوا الجمال اللي انا عايزاكم تحبوها معايا يا جماعه، حبوها معايا. بصوا اهي تحفه. بس بقى طبعا هنطلع الباقي. ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يلا النهارده بقى هنعمل بيتزا. يلا قلنا بقى نغير بقى شويه بقى من الاكل التقليدي. ولو انتوا اول مره تشوفوني يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشيروا الفيديو علشان الكل يستفيد. يلا بقى نبتدي الفيديو مع بعض. بصوا احنا هنعمل الاول الخميره. بصوا انا هعمل بقى ايه خميره كده ايه. هنا حطيت نص معلقه سكر، وهنا كيس الخميره، وهحط معلقتين دقيق. ده بتسرع عمليه التخمير، وفي نفس الوقت بتبقى محسن معجنات. بص هنحط لها بقى ميه دافيه او لبن زي ما انت عايزه. هتقلبها كويس. هنسيبها بقى تخمر وبعد كده نشتغل في العجينه. خلاص اهي هننخل بقى دقيق. بصوا بقى انا هنا الدقيق انا بعمل يعني انا بعمله من غير معايير بصراحه، عشان انا عايزه اعمل كميه. عايزه اعمل مثلا قد 5 بيتزايات او 6، وعايزه اعمل منهم ميني بيتزا. فهنخل الدقيق. خلاص اهو انا هنا حطيت ملح، وحطيت شويه زعتر عرايشي. ماشي. ادي الخميره اهي، بص اختمرت ازاي، تحفه والله العظيم اهي. هنزل بالباقي كده. بصوا بقى هنا هنعمل ايه. انا هحط ربع كوبايه لبن. انت مش حابه براحتك، انا كده كده اصلا انا قلت بس زياده. وعايزه احط علبه زبادي. علبه زبادي بتدي انا المره دي عاملاها بزبادي. قلت يعني ايه، ولادي رافضين الاكل، فقلت يعني ادوهم كل الفايده في البيتزا اللي هما بيحبوها. ممكن تحط بيض على فكره، بس انا ما بحبش البيض في البيتزا. ماشي. هنقلب بقى. هنقلب كده كويس. انا حطيت ربع كوبايه ميه دافيه. هتفضلي بقى تقلبي كده لحد ما العجينه معاكي تمشي. طبعا هنشيلي بقى الاسباتيولا دي. هنعمل بقى ميه. دي ميه دافيه يا جماعه، عشان طبعا احنا دلوقتي دخلنا على الشتاء يعتبر.
نرش بقى عجينة على الرخامة. بس يا كوكي بس يا ماما. بس يا ماما هنعجن بقى على الرخامة عشان نعجن براحتنا. هنلم العجينة. خلاص انا لميتها. خلاص اهي هغطيها واسيبها تخمر. اعمل الصلصه بتاعت البيتزا. انا حطيت هنا زيت. اول ما هيسخن هننزل بفصين توم. وانا عملت طماطم في الخلاط. هننزل اهو. اهي هننزل بقى بالصلصه. هننزل بقى بملح وفلفل اسمر وزعتر اللي هو الاوريجانو وملح. هنحط رشة خل بسيطة هي اللي بتدي المزازة بتاعت الصلصة. هنقلبها بقى ونسيبها ايه تتسبك مع نفسها. انتي بقى ما تقلبيهاش بقى تاني لحد ما هي ما تتسبك. بصوا تتسبك اهي. بصوا تقلت ازاي. انا طبعا موطيه عليها خالص علشان ما تبهدلش البوتاجاز. هي خلاص اهي دخلت على تسبيكه شويه وهقفل عليها. بصوا ده بقى انا مقطعاه
هنحط بقى بصل. طبعا انت ده بيبقى راجع لذوقك في التزويق ده بقى، براحتك في الطعم اللي انت حباه. وهنحط بقى زيتون. طبعا ده بقى على حسب ايه انت بتحبي الزيتون ولا لأ، بس هو بيدي تيست حلو قوي في البيتزا. انا عندي ولادي بيشيلوه عادي يعني. مهم. بصوا بقى ايه، تمام كده اهي. انا بظبط لكم الكاميرا. بصوا، انا هدخلها على فرن اعلى حاجه عندك في الفرن. مش هتاخد قد ربع ساعه ولا حاجه، وهنطلعها. ماشي، انا هحطها دلوقتي. هنحط شويه جبنه موتزاريلا، حاجات بسيطه. وانا بحب قبل ما بطلعها بروح حاطه تاني. بصوا، في كل مربع. حاولي بس تبعدي عن الصينيه علشان خاطر الجبنه الموتزاريلا بتلزق جامد قوي في الصواني. بصوا، انا بقى ايه بعد ما احط دي في الفرن، انا هعمل كام واحده مدورين وهقول لكم ممكن نعمل منها ميني بيتزا للمدارس. وعلى فكره دي برضو ينفع تتعمل للمدرسه، تتقطع مربعات كده زي الجلاش وتحط في اللانش بوكس. حطها في الفرن بقى على اعلى درجه في البوتاجاز. بص، انا حبيت اوريكم ان هي ممكن تعمل صينيتين كمان، وهتعمل كمان ممكن اعمل ميني بيتزا. ولادي طلبوها مني. ده انا هعمل صينيه كبيره بقى، اعملها سبايسي ليا انا. دي نركنها على جنب. انا نسيت اقول لكم ان الصينيه بتدهن دهنه زيت خفيفه علشان خاطر ما تلزقش في البيتزا في الصينيه، البيتزا ما تلزقش فيها. نجيب الصينيه دي اكبر حجم عندي، نحطها فيها. طبعا برضو انت بتقيسيها، ولو في حاجه زياده بتشيليها. هعملها انا برضو. هنحط بصلصه.
وهنحط جبنه برضو اللي انا قلت لكم عليها. عايزه اقول لك والله حرفيا بتدي تيست عالي قوي للبيتزا، بجد جربوها مش تندموا. هنفردها بقى. هنحط بقى بصل، انا مش هكتر عشان اكفي. بصوا هنا بقى شرايح طماطم كبيره بما ان هي صينيه كبيره وكده. طبعا زي ما انا هقول لكم تاني، المطبخ اختيار يعني مش اجبار. الحاجه اللي انت حباها حطيها. انا بحط الحاجه اللي انا حباها. الزيتون انا بحط الحاجه اللي انا بحبها في البيتزا، مش حد جابرني عليها. واهي سبايسي، حراق فلفل. حطي بقى كتري قلب اختك، ما تستخسريش في نفسويتك. انا من عشاق السبايسي قوي. شو مش عارفه بقى مين بيحب السبايسي، انا ما شفتش حد بصراحه بيحب السبايسي زي كده. مش قادره اقول لكم. انا ممكن الحراره الفلفل ده ممكن احطه على ايه. ادي جبنه. بصي ما تستخسريش، احنا بنعمل دايت. انا نسيت ان انا عامله لحمه مفرومه، معلش هنحط شويه عليهم. معلش الولاد خلوني. مين يا جماعه بينسى زي كده؟ معلش بقى المنظر. انا ممكن اصلا احطها في البيتزا، بس التانية للاسف اتحطت في الفرن. ممكن اعمل لهم بقى في الميني بيتزا اهي، هدخلها برضو الفرن مع التانية وارجع. بصوا بقى احنا الميني بيتزا بقى انتوا على حسب الحجم اللي انتوا حابينه. لو وصلتوا بقى للنقطة دي يا ريت ما تنسوش اللايك والشير علشان الكل يستفيد، علشان تخلوني ان انا يعني استمر. على فكرة الكومنتات بترفع لي الفيديو ويخليني ان انا يعني ما ابطلش وكده. انتوا لو شايفين ان انتوا بتستفادوا مني ممكن ما تبخلوش عليا بقى. اديني اهو عملت البتاعة دي. اعملي بقى الحجم اللي انت حباه. بس انا احطها في الصينيه بس يا كوكي. خلاص ارجع لكم. انا اهو خلصتهم. هحط برضو الصلصه. بصي بقى شوفي انت عشان تروحي تجيبي برطمان صلصه ده مثلا هتشتريه بكام؟ ليه احنا بقى ما نوفرش ونعمل كل حاجتنا في البيت؟ على فكره هتبقى اوفر وانضف، احسن من ان انت تروحي تشتري الحاجه من بره ومش معموله بنفس الجوده بتاعتك. بصي ممكن من كيلو دقيق، شوفي انت عملتي مثلا بيتزا قد ايه. انت هتروحي تشتري مثلا واحده من بره ب150 او 200 جنيه وملهاش اي لازمه، وبتبقى عامله زيها زي العيش.
هنحط هنا بقى ايه الطماطم. انا هقطعها بس صغيره عشان هما ياخدوها معاهم المدرسه. هنا هنحط بقى اللحمه. طبعا انت بره هتجيبي البيتزايه دي من الفرن، ما بيبقاش فيها لحمه اصلا، يعني بيبقى فيها حته طماطمايه وحبه صلصه وخلاص، وبيضحكوا على الناس وبيبيعوها ب7 جنيه، ب7 جنيه او ب10 جنيه. انا بصراحه ما بشتريهاش، بس انا ناس كتير قوي بيشتروها وبيقولوا لي ان هي سعرها عالي قوي، وفي الاخر بتبقى زيها زي الفينو. بص انت بقى عملتي قد ايه لحمه لاولادك، استفادوا بالاكل اللي انت مودياها لهم، اكله متكامله المدرسه. يعني نفعت غدا ونفعت للمدرسه. طبعا ايه، انا نسيت احط الجبنه، بس برضو مش هنساها، لا يمكن. معرفش بقى مين بيحب يحط الجبنه كده زيي. عايزه اقولك انها بتتفاعل مع الجبنه الموتزاريلا وبتدي تيست تحفه، بجد تحفه. نحط بقى الجبنه الموتزاريلا عليها اهي. صليتوا بقى على النبي ولا لسه؟ بصوا تمام اهي. هحطها برضو في الفرن زي التانيين. بصوا بقى يا جماعه، انا عايزه اعمل ايه. شفت في مطبخ تركي حد كان عامل زي ساندوتش كده، بيتزا الحشوه محشيه من جوه. عايزه اقول لكم ان هي شكلها يغني عن طعمها بصراحه من جمالها. فبفكر يعني انا اعملها ببواقي بقى الحاجات اللي اتبقت دي، ونحطها في الصينيه ونشوف هتطلع معانا ازاي. ماشي. عادي يا جماعه ما تتخضوش، انا ما لقيتش صينيه عندي بنفس الحجم ده، فمعلش بقى نعملها زي مش عايزه اقول زي ايه، بس هي حلوه كده، محدش يتريق يا جماعه. معلش بقى ان هي طلعت شكلها غريب. دي تقريبا عايزه صينيه كبيره، او هي يعني هي يا اما طولت مني يا اما الصينيه صغيره، بس دي تقريبا اكبر صينيه يعني تحط في الفرن اهي. ممكن بقى تسيبيها على كده، يا اما ممكن تحطي رشه جبنه موتزاريلا، بس طبعا اخر حبه عندي. نحط بس كام حاجه كده تدي لون، بس اصلا البيتزا بتدي تيست حلو قوي في الوش بتاع البيتزا. الحمد لله.
هنحطها في الفرن برضو زي البيتزا ونرجع. اول صينيه هي طلعت، بصوا الجمال اللي انا عايزاكم تحبوها معايا يا جماعه، حبوها معايا. بصوا اهي تحفه. بس بقى طبعا هنطلع الباقي. ادي التانية السبايسي طلعت اهي عظمه، بس سخنه جدا مش هعرف اقطعها دلوقتي. اهي الميني بيتزا طلعت تحفه يا جماعه، بصوا اهي. وادي التانية، والتانية قطعتها اهو. بصوا يا جماعه طريه ازاي، تحفه. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير. سلام عليكم. طبعا نسيت اقول لكم ان انا لسه مطلعه الساندوتش ده اللي هو ساندوتش تركي. بصوا انا طبعا مش عايزه افتحه على انه هو يتقطع. بصوا انا بس بحاول ابين لكم ادق تفاصيله من جوه، سايح في نفسه، تحفه. جربوه بجد مش هتندموا. السلام عليكم.